3 أخطاء ما زالت إلى الآن موجودة في مدارسنا. 1. قيام الطلاب للأستاذ عند دخوله الصف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق عند الله جاها كان لا يرضى أن يقوم الناس له ويكره ذلك. الأمر الثاني: ضرب الأطفال خاصة في المدارس الابتدائية إذا كان الطالب سيء الفهم أو بطيء الحفظ، لأن الشيخ صالح الفوزان يقول: لا يجوز للمعلم ضرب الأطفال إذا كانوا سيئي الحفظ أو بطيئي الفهم. وأنا أؤكد لكم أن هناك كثير من الأطفال أذكياء وعباقرة، ولكن بسبب أساليب التعليم الفاشلة وبسبب الظروف القاسية لم يتمكنوا من إظهار قدراتهم. وأنوه على مقولة سمعتها تقول: إذا كان الأطفال لا يتعلمون من الطرق التي نقوم بتدريسها، فيجب علينا ابتكار طرق تدريس يفهمون من خلالها. الأمر الأخير: إلزام الطلاب بلباس مدرسي موحد. قال مشان يصيروا سواسية، على أساس الناس بالشارع مالهم سواسية. والذي تبين لي فيما بعد أن هذا الأمر هو صورة من صور الغزو الفكري لإقناع الناس بنمط حياة معين.